السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد، وصفة جديدة، وهنعمل مع بعض الرقاق الناشف زي ما انتوا شايفين كده. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة بكل سهولة، ومكونات بسيطة جدا. ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده، معايا نص كيلو من دقيق متعدد الاستخدامات، نزلت عليه بنص معلقه صغيره من الملح، وكمان نزلت بميه فتره بس بالتدريج شويه بشويه. وهنبتدي ان احنا نعجن لغايه لما نوصل للقوام المناسب. القوام المناسب ان اهم حاجه ان العجينه تكون طريه جدا ولينه، بس ما تكونش بتلزق في ايدينا. تمام؟ يعني تكون العجينه طريه بس مش بتلزق. وده شكل العجينة بتاعتنا بعد ما عجناها حوالي مدة 10 دقايق على سطح الرخامة كده. عجناها بشكل كويس جدا، وزي ما انتوا شايفين اهم حاجة ان هي ما تلزقش في ايدينا، بس في نفس الوقت تكون طرية جدا ولينة زي ما انتوا شايفين كده. العجينة بتاعتنا بقت جاهزة معانا. وبعد كده هنبتدي ان احنا نشكل العجين زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. تمام؟ هنبتدي ان احنا نقسم العجين لكور كده، تكون متساوية بالتقريب، او لو انت عندك ميزان بالجرامات في المطبخ تقدر ان انت تستخدميه، هيطلع لك النتيجة ممتازة وفيها دقة اكتر. بس انا بصراحة ما استخدمتش، يعني انا عملتها كده بالتقريب. تمام؟ وكمان على حسب الصينية اللي انت هتسوي فيها الرقاق. فانا عملت حجم الكورة بتاعتي او الرقاق بتاعي على قد مقاس الصينية اللي انا هسويه فيها بعد كده. تمام؟ خلاص، زي ما انتوا شايفين كده انا بشكله وبكوره لكور صغيرة تكون جاهزة معايا. وبكون محضرة صينية زي ما انتوا شايفين كده، حاطة فيها دقيق كمية كويسة علشان العجين بتاعي ما يلزقش، وكمان لازم اغلفه بشكل كويس واغطيه علشان ما يعملش طبقة خشنة من على الوش. تمام كده؟ وبسيبه يرتاح مدة لا تقل عن ساعة. وبعد ما العجينة بتاعتنا ارتاحت معايا لمدة ساعة، هبتدي بقى ان انا افردها معاكم زي ما انتوا شايفين. على سطح الرخامة بتاعتك لازم تحطي رشة محترمة جدا من الدقيق. خلاص؟ علشان العجينة تتفرد معاكي بكل سهولة وما تلزقش منك. تمام؟ لازم جدا من فوق ومن تحت طبقة محترمة جدا من الدقيق. وبعد كده هنبتدي ان احنا نفردها زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لكم ان انا فردتها او عملت مقاسها على حسب الصينية اللي انا هسويها فيها بعد كده. تمام؟ لو عايزة تعمليها اكبر من كده تقدري انت تكبري حجم الكورة بتاعتك اكبر من كده، او اصغر من كده، او بالشكل اللي انت عايزاه براحتك خالص. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي ان انا اقعد افرد فيها لغاية لما ترق معايا خالص. اهم حاجة ان هي تكون رقيقة جدا، يكون سمكها رفيع جدا. تمام؟ وعلى الشعلة من فوق زي ما انتوا شايفين كده، الشعلة اللي في النص تكون هادية خالص. تمام؟ مش عالية قوي. وهنجيب اي صينية ألمونيوم متوفرة عندك زي ما انت شايفة، وهنبتدي ان احنا نسوي الرقاق بتاعنا. اهم حاجة ان انت لازم تقعدي تقلبيه باستمرار، ما تسيبوهوش لغاية لما ياخد لون، لا احنا بنفضل نقعد نقلبه باستمرار علشان ما يتحرقش معانا. تمام؟ لغاية لما نوصل لدرجة السوا المناسبة بتاعته.
اهم حاجة ان انتي باي سباتيولا موجودة عندك لازم ان انتي تضغطي كده على الاحرف بتاعتها لتحت علشان تاخد درجة السوا كمان، لان طبعا زي ما انتي عارفة ان احنا مرققينها قوي. ف بمجرد ما بتحطيها على الشعلة او على النار هي بتترفع لفوق خلاص، لان هي رقيقة جدا. فاحنا بنضغط عليها زي ما انتوا شايفين كده علشان تستوي معانا بشكل كويس. طبعا الرقاق بتاعنا لازم يكون بيقرمش، علشان كده احنا قلنا لازم نرققها ولازم ان احنا نضغط عليها، ولازم ان انتي تسويها كويس جدا. لو ما اخدتش درجة السوا الكافية بتاعتها مش هتقرمش معاكي وهتكون طرية تمام كده. تقدري تختبري واحدة كده تشوفي. طبعا زي ما انت شايفة في بواقي من الدقيق بيكون بيتحرق كده، فبأي منديل مطبخ متوفر عندك تقدري ان انت تشيليه على جنب وتكملي تاني زي ما انت شايفة كده. وده شكل الرقاق بتاعنا بعد ما خلصنا كل الكمية كلها. بجد حلو جدا وبيقرمش وفعلا طعمه حكاية. جربيه هيعجبك جدا وبس كده. فيديو النهاردة خلص، وصفة النهاردة كمان خلصت معانا، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.